هتتوظف او اتعينت او اترقيت، القانون بيراقبك. لو حضرتك بتفكر تقدم على شغل في مصلحه حكوميه او في جهه حكوميه ما، او حضرتك اوريدي موظف وبتستعد للترقيه، او حتى بتستعد للانتداب او الاعاره لمكان تاني، خلي بالك قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات بيقول اي حد داخل وظيفه جديده او بيترقى او بيتنقل او هيطلع اعاره لازم بيعدي بتحليل اسمه تحليل مخدرات مفاجئ. يعني التحليل ده ما يخصش الموظف الحالي بس، ده كمان اللي داخل جديد او داخل يقدم على وظيفه حكوميه، لو طلع التحليل بتاعه ايجابي بيتم رفضه فورا. طيب سؤال مهم جدا، لو الموظف رفض التحليل ده، بص لو رفض الموظف عمل التحليل ده، اوتوماتيك القانون ده بيعتبر ان الموظف متعاطي، وبناء عليه فصل مباشر. خلي بالك مستقبلك المهني ممكن يضيع في لحظه. المعلومه دي جزء من سلسله محتوى قانوني بنقدمه بشكل مفصل وكافي على قناتي. اشترك حضرتك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. بالغ تحياتي وفي امان الله.